نفسي الاقي شنطه احط فيها كل حالتي النفسيه، بعيدا عن كل البني ادمين، لان البني ادمين زي ما انت عارف مش بيسيبوك في حالك خالص. لما تبقى مبسوط يقول لك ايوه يا عم دي رايقه معاك على الاخر، ولما تبقى زعلان يقول لك كل ده وزعلان، ايه يا عم ده، ولما بتداري يقول لك اه يا عم ده بيداري عشان ما حدش يحسده، ولما تبقى ولا ده يقول لك ايه ده ماله ده، انت غامض ليه يا عم، هو في ايه، لو يعني ايه اللي معاك، ولما تفكر وتبقى في حالك وسرحان وخيالك واسع يقول لك ده اكيد بيدبر لنا في مصيبه، ده اكيد شايل مني، لا ده لئيم، ده بيتخابس، بيفكر في ايه ده، عايش وسطهم، بتتكلم معاهم وليك عين تقعد مع الناس، شايف النفاق، شايف بينافق ازاي، عامل نفسه مبسوط وهو جواه كآبة السنين، ده بوشين. شوف يا اخي البني ادم ده رغم كل الحزن والمشاكل والظروف اللي هو فيها لانه قاعد ومبسوط وسط الناس وبيضحك ويهزر، ده ما عندوش دم، وغيره الى اخره. يا اخي ده انتوا جننتوا حتى جحا، يعني جننتوا الراجل لما كان ماشي بالحمار وقلت له مش عارف ايه انتوا عارفين بقى القصه بتاعت جحا لما كان ماشي الحمار شوف الراجل، ولما ركب الحمار شوف الراجل، ولما شال الحمار شوف الراجل. فالناس عمرها ما بتسيب حد في حاله خالص، لذلك الواحد عايز ياخد شنطته، عايز ياخد حالته النفسيه دي كده ويحطها في شنطه ويسافر بيها بقى، يا اما ينصب له خيمه ويقعد بيها